ايه الاخبار؟ يا ريت الكل يركز ويسمع المشكله ديت. كمان لو تقدر تعمل شير علشان عدد كبير يكون بيشوف المشكله ويساعد يبقى كتر خيرك، لان الكلام ده صعب ومؤلم جدا وفعلا محتاج نصايح ناس حكيمه، ناس بتحب الخير وتحب تساعد. فاتمنى انكم تسمعوا المشكله للاخر. لو انت كنت مريت بنفس التجربه يا ريت تسيب نصيحه لوجه الله، فممكن تكون انت السبب ان حد يخرج من ازمه صعبه بيمر بيها. وبسرعه علشان الناس اللي مش بتكمل الفيديو للاخر، لو انت كمان مضغوط وتعبان وحاسس باليأس والاحباط والفشل وعندك ظروف صعبه ومش لاقي حد يسمعك، هتلاقيني سايب لك كل لينكات التواصل بتاعتنا في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي. ممكن تبعت لنا وما تترددش انك تكلمنا في اي وقت وهتلاقينا بنساعدك. كمان لو انت عندك مشكله ومش عايز تعرفنا انت مين، هتلاقيني سايب لك لينك الصراحه اللي بنستقبل عليه كل المشاكل وهنتكلم معاك من غير ما نعرف انت مين. فلينك الصراحه ده اللي بنستقبل عليه المشاكل بتاع الناس وبنشاركها معاكم علشان ناخد رايكم. وما تنسوش كمان انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل المشاكل اللي بتتبعت لنا وتكون اول الناس اللي بيساعدوا فيها وتتحسب لكم في ميزان حسناتكم. ويلا بينا على المشكله بتاع النهارده. واحدة بعته بتقول السلام عليكم ورحمة الله، من فضلك بدون اسم انشر مشكلتي. انا ام ملكومة وموجوعة جدا ومش عارفة اعمل ايه. انا ام لبنات ربيتهم احسن تربية وادب واخلاق وجمال، سبحان الخالق فيهم، خاصة بنت الكبيرة اللي محدش شافها وقال سبحان من ابدع في جمالها. لكن للاسف حظها سيء جدا في خطوبتها، فهي اتخطبت اكتر من مرة وكل خطوبة ما تعديش 3-4 اشهر وتتفسخ. واقسم بالله ان كانت المشكلة والعيب بتكون من خطيبة مش منها. فانا موجوعة جدا عليها لان كل بعد فسخة خطوبة هي بتتعب وحالتها النفسية بتتعب وقلبها بيوجعها، وهي بتسيب العريس لاسباب اخلاقية، اما ان اسلوبه مش كويس معاها او اخلاقه بتطلع مش كويسة. بالرغم ان احنا بنسأل عليه كويس جدا وكل اللي نسأل عليهم يقولوا ان هم ممتازين وحلوين جدا، ومع التعامل بيبان حاجات ما ينفعش ان الحياة تكمل معاهم بالوضع ده، لان احنا ربنا اولادنا على الادب والاخلاق، على الاب بيحترم زوجته وزوجها بتحترم ابوهم. فانا مش هعرف اقبل لبنتي اقل من ان زوجي يكون بيحترمها وبيقدرها. المهم ان العريس الاخير ده طلب هو فسخ الخطوبة بعد 40 يوم من خطوبتهم، رغم ان احنا سألنا عليه كويس وهو من نفس البلد اللي احنا فيها. الكل قال يا سلام عليه، قيمة ومركز ووظيفة، هو ده اللي هالدنيا هتصالح بيه بنتك. واتخطبت وكل يوم العريس ده يعمل حوار معاها عن ايه بقى، روح اعمل ضوافرك عند الكوافير، مانيكير بديكير، حطك لدور الوان كذا وكذا، وطول اليوم يبعت صور لاصابع ضوافر ناس من على النت ويقول لها انا عايز ضوافرك تبقى زي الصور ديت. وسوري يعني رجلين ستات كده يجيبهم من على النت ويقول انا عايز رجلك تبقى زي البنات ديت، ووريني كعب رجلك وعايز رجلك تبقى ناعمه زي البنات ديت، ووصفات من على النت ويقول لها هعمل كده علشان رجلك تبقى ناعمه، على الرغم ان ايد بنت ورجليها ناعمه كالحرير. بس هو عنده هوس بالصور اللي على النت، خاصه الارجل بتاع الحريم، وبيفرض عليها ان هي تلبس كعب عالي وهي مش بتحبه ولا بتعرف تلبس، وبيقول لها هتلبسيه بمواصفات خاصه وكل لبسك هيكون في الكعب العالي. حتى جسم بنتي قال لها انك لازم تخس علشان نبقى متناسبين مع بعض، لان هو نحيف جدا لكن هي جسمها مظبوط في العادي. ففرض عليها وقال لها لازم تعمل رجيم ويبقى طول الحياه بتاعتك رجيم علشان مش هسمح انك تزيدي خالص. فكل ده واكتر. وبصراحه انا بزعل وبتعب جدا وخصام كل شويه ما بينهم هما الاتنين. حتى زوجها في حاجات اللي هي بتحب هو معترض عليها، فقالت له انت اخدتني وانا كده وعجبتك وانا كده. قال لها تسمع كلامي سواء صح او غلط وما تجادلش معايا. فقالت له انت كده بتلغي شخصيتي وكياني. قال لها انا كده ولازم تسمع كل كلامي. ده حتى لما بيجيب لها وصفات للبشره ولنعومتها ونعومه الرجلين من على النت ويقول لها اعملي كده، وهي لو ما عملتش وانشغلت ولا كسلت تبقى مشكله ما بينهم هما الاثنين، ويقول لها مش بتسمع الكلام وبيعتبرها مش بتحترمه عشان مش بتسمع كلامه. فهو خد القرار بالانفصال. فانا بنتي كانت بتحبه فعلا. فهل الشخص ده اللي بيطلب دوت عادي من بنتي وبنتي هي اللي مش فاهماه ومش فاهمه طلباته؟ وهل من حقه ان هو يطلب ده من بنتي ولا مش من حقه؟ ارجوكم فيدوني برايكم. فاحنا في ارياف وطبعا نفسيه البنت محطمه جدا، ودي رابع خطوبه ليها، ومجتمعنا الريف والناس اللي حوالين هن مش بترحم. بصراحه دي مشكله فعلا في الارياف، ان البنت لما ترتبط اكتر من مره وتفسخ الخطوبه اكتر من مره خلاص الناس بتبص لها نظره مش كويسه، ان هي محدش هيجرب لها تاني ولا حد هيروح يرتبط بيها تاني. مع ان ممكن فعلا زي ما هو كده واضح يعني المشكله ما تبقاش من البنت تبقى من الولد، بس عشان الخطوبه ما كملتش واكتر من خطوبه ما كملتش فخلاص لا يا عم
انا اروح ارتبط بها ليه؟ ما ممكن يحصل لي زي ما حصل مع اللي جاب ليا والخطوبه ما تكملش. فاسمع يا امي، جاب لي اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوليه ده ديت مشكله حب السيطره على الغير، علشان كده هو عنده نقص بصغر النفس وحابب انه يشوف نفسه على بنتك، فهو شايف نفسه طول الوقت ان هو قليل، ولما ارتبط ببنتك وبالبنت ديت هي كائن ضعيف فقرر ان هو يمارس السيطره عليها، فده امر مش طبيعي. فده السيطره هو ان يحب الشخص السيطر على كل حاجه حواليه وتسخير الناس الموجوده وقريبه منه علشان ينفذوا له رغباته. فتلاقي الشخص المسيطر بيحب يغلق على خصوصيته وما يحبش حد يتدخل فيها نهائي، خصوصا يعني زي صاحبنا اللي هو في المشكله هنا، هو انا مزاجي كده، انت لازم تعمل اللي انا بقول لك عليه، انت لازم تعمل اللي انا عايزه. فتلاقيه ما عندوش اي مانع ان هو يخترق خصوصيه اي حد، مش مهم عادي يعني، المهم ان هو يعرف كل التفاصيل عنه. علشان كده مهم ان احنا نبقى عارفين الشخص ده اللي هو عنده داء السيطره ونفهم ازاي نتعامل معاه. بس في الاول خلينا نوضح ايه الفرق ما بين النصح والسيطره. فاحنا لازم نعرف نفرق كويس ما بين الشخص اللي هو بيقدم نصيحه وما بين الشخص اللي هو بيحب السيطره على كل حاجه حواليه وبطريقه فيها نوع من التسلط. فالشخص اللي هو بيقدم نصيحه بينصحك ويسيبك تاخد القرار اللي انت عايزه بحريه، يعني يقدم لك النصيحه ويسيبك انت اللي تقرر في النهايه. اما الشخص المسيطر فتلاقيه بيجبرك انك تعمل اللي هو عايزه، يعني اللي معانا في المشكله هنا دلوقتي عاوز خطيبته تبقى جميله وده طبيعي وحاجه كويسه، بس طريقته على فرض ان هي تكون جميله بالطريقه ديت، ان انت تعمل بالطريقه ديت، ولو ما عملتيش تبقى انت مش كويسه ومش بتسمع كلامي، لازم تكوني كويسه بالطريقه اللي انا شايفها كويسه. فده غلط ومش كويس. يعني كان ينفع يقولها لو عملت ضوافرك كده يبقى شكلهم كويس وهي تقرر بقى اذا كان حابه تعملهم او لا، وما يقولهاش انت تعمل اللي انا عايزاه وبالطريقه اللي انا عاوزها وبالشكل اللي انا شايفه صح، لا كده مش صح. فده بيتسمى ده مرض السيطره، وللاسف المرض ده بينشأ من عند الاطفال من وهي لسه في مرحله الطفوله. فتلاقي الطفل من صغره وهو بيلعب مع الاطفال بيحب انه يبقى هو القائد والمسيطر على باقي الناس اللي هي حواليه، وبيحب يحرك الباقيين زي ما هو عايز ومش بيخلي حد يقول رايه. والمشكله بقى في الاهل ان هم بيتفاخروا بده ومش عارفين ان ده مرض خطير بينتشر في ولادهم وشايفين ان ده قوه في الشخصيه بتاعتهم. وللاسف الطفل ده لما يكبر بقى ما يكونش عارف يتعامل ازاي مع الناس اللي حواليه، وتلاقيه بيخبط فيهم وهم يخبطوا فيه، وممكن يخسر حاجات حلوه كتير بسبب السيطره. وبرضه تلاقيه بيختار البيئه اللي فيها ناس ضعيفه علشان يمارس السيطره عليهم. ولو ما لقيش ده تلاقيه بقى بيختار الوحده افضل من ان هو يتعامل مع الناس وهي مش بترضيه. خلينا بقى نتكلم عن داء السيطره عند شريك الحياه. في مجتمعنا الشرقي اكتر ناس بيعانوا من المرض ده هم النساء، بيعانوا جدا من السيطره لان هو طبع الراجل الشرقي اللي هو بيحاول دايما ان هو يدخل في شؤون شريكه حياته، حتى وان كانت بعض الامور البسيطه اللي هي مش محتاجه السيطره من الاساس تلاقيه بيتدخل فيها. وتلاقي بقى مظاهر مرض السيطره عند الازواج في ايه بقى؟ واحد، التدخل في تفاصيل حياه الزوجه وكل صغيره وكبيره معاها ويعرف كل حاجه حصلت معاها. اتنين، يمنعها من الخروج مع اصدقائها وان هي تروح عند اهلها وتزور عيلتها بدون اي اسباب مقنعه. ثلاثة، مراقبه مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيها علشان يعرف هي بتتابع مين ومين اصدقائها وبتنشر ايه وبتعمل ايه على الفيس. أربعة، الغيره المبالغ فيها وتوصل لحد الشك. فصفات الشخص اللي هو بيعاني من مرض السيطرة علشان نبقى عارفينه بقى، تلاقيه سريع الغضب، اي حاجة عاوزها ولو ما تنفذتش يخرب الدنيا وصوته يعلى. تلاقي الشخص المسيطر ده بيحب ان كل حاجة تتعمل زي ما هو عايز بالظبط وزي ما يقول كده، يعني لو ما تنفذتش بالطريقة اللي انا عايزها يبقى في مشكلة. تلاقيه يغضب ينفعل لو ما اتعملتش بالطريقة اللي هو كان عايزها. ومن صفات الشخص اللي هو عنده مرض السيطرة ده قدرة على الاقناع ابن الذين دوت، عنده قدرة جبارة في الاقناع لان هو عاوز ده يحصل فيقنعك ان ده الصح حتى ولو غلط. لا وايه بقى؟ يقول لك ان هو بيعمل كده بدافع الحب والخوف عليه. كمان تلاقيه شخص غيور، يعني بيغير جدا، ويا بقى لو لقى حد تاني مسيطر زيه في نفس المكان اللي هو موجود فيه يبقى الدنيا كده ولعت ما بينهم هما الاثنين. فاتنين مسيطرين في مكان واحد صعب. الغير عند الشخص ده بتخليه بقى يتصرف بطريقه وحشيه علشان يفرض نفسه على الباقيين. ده كمان الشخص اللي هو بيعاني من مرض السيطره تلاقيه شخص غيور في العلاقه الزوجيه، يعني بيغير جدا على مراته. كمان تلاقيه بيقيد الحريه وخنقة الطرف التاني لدرجه ان ممكن توصلهم للطلاق. علشان كده انصح الام ان هي تفسخ الخطوبه لو خطيب بنتها شخص مسيطر، احسن من ان الموضوع يكمل بعد كده توصل ما بينهم للطلاق. ده غير ان كمان الشخص ده مش بيقبل النقد من اي حد، لانه ما ينفعش حد تروح له وتقول له على فكره انت غلط كده مش صح، لا ما ينفعش تعمل الطريقه ديت، ده ممكن ياكلك فيها لان هو بيشوف كده انت بتقلل من ثقته بنفسه فمش بيقبل نقدك نهائي. ازاي بقى تتعامل مع الشخص المسيطر ده؟
اول حاجة هو ان يكون عندك ثقة في نفسك عشان تقدر تقف قدام الشخص المسيطر. رقم 2 ان يكون عندك القدرة على انك تقول لا، فما تخضعش للي هيقول لك عليه، ولازم يكون عندك ثبات على موقفك. رقم 3 انك تتعامل مع الشخص المسيطر على اساس الندية، وان هو شريك ليك، وانكم فريق واحد، وان هو مش مميز عنك، انتوا الاتنين زي بعض وبتكملوا بعض. رقم 4 محاولة التعامل بطريقة جدية مع الشخص المسيطر، بس تتجنب انك تعاديه، بس لازم توصله ان هو مش من حقه يتحكم فيك، ولازم يعرف انك حر محدش مسيطر عليك، وانك مش بتقبل ان حد يحركك زي عراس الخيوط. 5 حاول انك تكون مبدع في حلولك وقراراتك، وانك تكون سريع في اتخاذ قراراتك عشان ما تسيبش فرصة للشخص المسيطر ان هو يدخل حياتك ويتحكم فيها. 6 الشخص المسيطر في وسط مجموعة من الشخصيات المسيطرة بيفقد قوته، وده بيخليه يشتغل مع الناس اللي حواليه ده كأنهم فريق واحد. علشان كده لازم على الأسرة ان هم يركزوا جدا على مدى خطورة ده السيطرة عند أطفالهم، علشان ده ما يأثرش بالسلب على حياتهم المستقبلية، ويتعودوا على التربية الأسرية السليمة واحترام الرأي الآخر وعدم فرض رأيهم على غيرهم. كده خلصنا الفيديو وتناقشنا في واحدة من أهم المواضيع من وجهة نظري، فمستنى باقي نشوف رأيكم وتعليقاتكم على المشكلة، وهي صاحبة المشكلة مستنى تشوف رأيكم كله في التعليقات. كمان بقى لو انت عندك مشكلة ومحتاج ان حد يسمعك زي ما قلنا في الأول، ما تترددش انك تبعت لنا على وسائل التواصل اللي هتلاقيني سايبها لك في وصف الفيديو. كمان لو مش عايز تعرفنا انت مين، في لينك الصراحة بنستقبل عليه كل المشاكل من غير ما نعرف مين هو صاحب المشكلة. وفي النهاية ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمع علشان اكتر عدد يكون بيشارك برأيه في المشكلة ديت. سلام.